ازيكم يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة إدارة المشاريع للشركات الناشئة. هنتكلم عن مهارات مهمة جدا لأي مدير مشروع ناجح. ممكن كتير مننا يعرف إن دور مدير المشروع مش سهل، لكن اللي كتير ما يعرفوش إن في مهارات معينة لازم تكون موجودة في مدير المشروع عشان نوصل مشروع لبر الأمان. فالنهاردة هنتكلم عن المهارات دي واحدة واحدة، ازاي نكتسبها وازاي نستخدمها عشان نحقق أفضل نتائج. وطبعا كالعادة في هدية في آخر الفيديو، فلازم تتفرج الفيديو بقى للآخر وما تنساش تعمل اشتراك أولا ثم لايك، وبعدين ممكن نبقى نحذف الحاجات دي في الآخر. أول مهارة هنبدأ بيها هي القيادة. طيب يعني إيه قيادة؟ يعني تكون قادر على تحفيز فريقك وتوجيههم للوصول لهدف. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح صاحب فريق العمل عشان توصل لأفضل نتيجة ممكنة عشان تحقق هدف المشروع. خلينا متفقين ان احنا في النهاية هدفنا كلنا واحد، ان المشروع لازم ينجح. فانت عشان توصل والمشروع ينجح لازم يكون عندك كاريزما وتمتلك اسلوب التعامل اللي بيخلي الناس تحب تشتغل معاك. مثال بسيط، تخيل لو عندك فريق شغالين على مشروع، احنا مثلا بنطور تطبيق جديد، لازم تبقى عارف امتى تشجعهم وامتى تقول لهم ان هم شغالين بشكل ممتاز. برضو ده لا يعني ان انت هتبقى سخي مع الفريق، لازم هيبقى عندك برضو حتة تحكم، امتى يعني تبقى تتكلم مع الفريق وامتى تحفزه وامتى تشجعه وامتى برضو تقف. القيادة مش معناها انك تفرض رأيك، بالعكس لازم تتقبل اراء فريقك وتديهم فرصة يشاركوا بافكارك. هقول لكم على مثال حصل معايا لما كنت في الشركة اللي انا كنت فيها قبل كده. المدير التنفيذي كان دايما بيشاركنا كل حاجة حرفيا، سواء المشروع اللي انا ماسكه او مشاريع تانية. طب ده بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق ان انت لما انت بتشارك الفريق ممكن تطلع فكرة هي ما تكونش على بالك. احنا كلنا عارفين ان مدير المشروع في النهاية هو القرار الاول والاخير ليه، لان هو المسؤولية الكاملة عن نجاح المشروع او فشله، هو اللي هيلام وهو برضه، ولو في نجاح طبعا هيبقى نجاح للكل. فلازم تسمع للفريق، لان اي حد ممكن يبقى عنده رأي ولو بسيط يفرق معاك في ان انت تتخذ القرار الصحيح. ممكن تبقى انت عارف القرار بس انت محتاج ان حد يأكد عليه. فدي نقطة مهمة جدا، لازم تشارك الآراء مع فريق العمل بتاعك. تاني حاجة والنقطة المهمة جدا، التواصل الفعال. مدير المشروع الناجح لازم يكون عارف يوصل المعلومة بوضوح لفريقه. وعلى فكرة هو مش لازم يكون لفريقه بس، لأن مدير المشروع مش بيتعامل مع فريق واحد، ده بيتعامل مع الفريق ومع العميل وفي جهات تانية، وفي ده بيطلب منه حاجة وده بيطلب منه حاجة. لو هو ما عندوش مهارات التواصل اللي هي تسمح ليه ان هو يتعامل مع الفريق ويتعامل مع الجهة، فدي مشكله كبيره جدا. لان حتى كمان لما بتيجي تتعامل مع الجهه، في الحاله دي لو افترضنا ان انت في مشروع حكومي والجهه دي مش حاجه واحده بس، انت ممكن تبقى عندك اداره وعندك اداره عامه وعندك وكاله وحاجات، يعني ممكن كل واحد من ده يبقى ليه طلب عندك. فلو انت ما عندكش المهاره الكافيه ان انت تتواصل مع كل الناس دي، بالاضافه لفريق عملك، بالاضافه عندك متطلبات من الشركه بتاعتك، عندك مدير تنفيذي، عندك صاحب مكتب او صاحب شركه، فلازم يبقى عندك مهارات التواصل الكافيه ان انت تتعامل مع المثلث: الفريق، الشركه، العميل. المهارة الثالثة اللي معانا النهاردة هي التخطيط والتنظيم في إدارة المشاريع. التخطيط الصح هو نص الشغل. في مثل كلنا عارفينه: أهم من الشغل إيه؟ تظبيط الشغل. أيوة زي ما أنت عارف كده، لو قدرت تعمل خطة واضحة لكل مرحلة في المشروع، فريقك هيبقى عارف إيه المطلوب منه وهنقدر نحقق الهدف النهائي اللي كلنا مجتمعين عليه وهو نجاح المشروع. يعني لو شغالين على مشروع بنبني موقع إلكتروني، هنبدأ نخطط لكل حاجة من التصميم للبرمجة، اللي بعد كده لو في المرحله اللي هي مرحله التستنج، علشان نبقى عارفين كل واحد في الفريق هيبقى عارف دوره ايه. فالتنظيم مهم جدا علشان الامور تمشي بانسيابيه. دايما 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 حاول تكون عندك خطه للطوارئ. حذاري ثم حذاري ان انت ما يكونش عندك خطه للطوارئ، عشان لو لا قدر الله حصل اي خلل في الجدول الزمني بتاعك تكون جاهز تتصرف وتكمل بدون توقف. وطبعا ده هنتكلم عليه في حلقات قادمه باذن الله، وهي اداره المخاطر. طيب تعالوا بقى للجزء الرابع، حل المشكلات. والله دي لما بتقعد تفكر فيها انت بتلاقي اصلا يومك كله هو بروبلم سولفنج،
سواء على مستوى البيت، على مستوى المشروع، على مستوى الشغل. المهارة دي انا بعتبرها ان احنا بنكتسبها من الفطرة من كتر الضرب فينا يعني. بس خلينا دلوقتي مركزين في المشاريع بتاعتنا. حل المشكلات، مفيش مشروع بيمشي من غير ما تواجه مشاكل، سواء كانت مشاكل تقنية، تأخر في التسليمات، حتى المشاكل اللي بين اعضاء الفريق بتاعك. كمان احيانا لو تتعامل مع جهة حكومية للاسف الشديد، في ادارات بتلاقي نفسك مش عارف تراضي مين ولا مين، في مدير، في مشرف مشروع، في مدير اداره، في مدير عام، وفي المدير الكبير بتاعهم. فحته التواصل دي يعني اللي احنا كنا اتكلمنا عليها برضو مهمه جدا في ايه، في موضوع حل دي انا بعتبرها مشكله. فانت كمدير مشروع لازم تكون قادر تتعامل مع كل المشاكل دي وعندك حلول سريعه، ولازم طبعا اتخاذ القرارات زي ما هنعرف بعد كده. تعال نضرب مثال على ده زي ما تعودنا. لو انت مثلا في تاخير في تسليم جزء من الشغل من احد اعضاء الفريق، بدل ما يحصل توتر وضغط، حاول تشوف ايه الاسباب الحقيقيه وازاي ممكن في الوقت الحالي، خلينا دلوقتي نفكر في الوقت الحالي، نحل المشكله الاول وبعد كده نشوف بعد كده ايه الدروس المستفاده عشان ما يتكررش نفس الخطا تاني. وخلي بالك، خلي بالك قوتك مدى تحملك. يعني ايه؟ وقت المشكله لازم تكون جامد جدا وما يبانش عليك عشان ما تعملش توتر الفريق، لان ده مشكله كبيره جدا. لو مدير المشروع بنى عليه ان هو متوتر، اعرف ان كل اعضاء الفريق بما فيهم السينيور والناس اللي هو الصف الثاني والثالث هيتوتروا. فمهم جدا تبقى انت قادر تتحمل، تبقى انت من جواك بتغلي، بس انت قادر ان انت تظهر الناس ان مفيش اي مشكله. وده بصراحه شفته عن تجربه عندي لما كنت في الشركه المدير التنفيذي. كان في حاجات انا بشوفها من بره لا يتحملها بشر، وهو عادي يقول لنا تفائلوا بالخير تجدوه وهنوصل. سبحان الله، كنا بنوصل لحل المشكله وبافضل مما كنا نتخيله. ليه؟ علشان انت شايف حد قدامك يعني مش محسسك بالامان، يقول لك ولا يهمك خالص، ايه المشكله، ايه اللي حصل، يعني الدنيا ايه اللي هيحصل فيها. فحته ان انت تبقى واضح قدام الناس ومش باين عليك التوتر ده، بصراحه انا بعتبرها ان هي من اهم الصفات في مدير المشروع او مدير التنفيذي، او حتى لو انت كصاحب بيزنس. تعالوا بقى نروح للجزء الخامس، وهو اداره الوقت. مشكله الناس كلها، مشكلتي انا شخصيا ومشكله اي حد، اللي هي مهارة إدارة الوقت. ودي من أهم المهارات لأي مدير مشروع. الوقت يا جماعة هو المورد الوحيد اللي مفيش ليه تعويض، اللي بيروح ما بيرجعش. عشان كده لازم تتعلم تنظم وقت الفريق بشكل صحيح. طب انا اعمل ايه بقى بعد ده كله؟ حاول تقسم المهام، تحدد كل مهمه لها وقت معين للتنفيذ. طبعا انت كمدير مشروع برضه، عشان نبقى واضحين يا جماعه، ما بتشتغلش لوحدك، ليه؟ في نائب مدير مشروع وفي سينيورز، الناس دي كلها بتساعدك، وفي مساعد اداري ومساعد مالي. فانت ما بتعملش كل حاجه لوحدك برضه، عشان ما تفتكرش ان انت شايل كل حاجه معاك. لا، كل اعضاء الفريق هم بيساعدوك انت، علشان انت الليدر اللي هياخدهم علشان يوصلوا للهدف الرئيسي وهو نجاح المشروع. فعلشان كده حاول تقسم المهام وتحدد لكل مهمة وقت معين للتنفيذ. كمان لازم تتابع تقدم الشغل باستمرار وتتأكد ان الكل شغال حسب الخطة اللي كلنا متفقين عليها. ومن اهم الحاجات يا جماعة انك تتعلم تقول لا للحاجات اللي ملهاش لازمة، وتركز فقط على الحاجات اللي فعلا هتأثر في نجاح المشروع. وهنا بقى هنيجي لجزء مهم جدا، وهو الجزء السادس، وهو اتخاذ القرارات. المهارة دي مهمة جدا. اتخاذ القرارات في إدارة المشاريع هتلاقي نفسك في مواقف كتير محتاج تاخد قرار سريع. انت سمعت من فريق العمل وسمعت من الشركة، وانت في النهايه كله هيقول لك اللي انت شايفه. تاخير الرد في القرار ممكن ياثر على المشروع. خد قرارات بناء على المعلومات المتاحه. يعني ايه المعلومات المتاحه؟ يعني انت مثلا حصل مشكله عندك، انت كنت متفق مثلا مع العميل او مع الجهه انك المفروض تسلم بعد شهر، والسبب ان كان وبتحصل كتير. انت طبعا انت لازم المفروض تبقى عامل حسابك في كل الموارد، وخاصه الموارد البشريه في حاجه زي كده. لو جه العميل قال لك معلش احنا عايزين نسلم بعد اسبوعين، والعميل ده جهه مهمه جدا، جهه يعني ما ينفعش تقول لها لا، دي يعني انت خلاص خسرت كل الشغل معاهم. هم اصلا مختارينك انت كشركه، او مختارينك انت كمدير او كصاحب بيزنس، علشان عارفين ان هم وقت ما يحتاجوك هيلاقوك. ودي حصلت حرفيا. احنا كان في مشروع المفروض ان احنا نسلمه بعد 6 شهور. طب في الحاله دي تعمل ايه؟ لو ما اتخذتش القرار الصح في الوقت المناسب ويكون سريع جدا، انت هتخسر المشروع وهتخسر العميل وهتخسر الشركه وهتضيع نفسك وهتضيع الفريق. ففي الحاله دي لازم قراراتك تبقى سريعه. بعد ايه؟ بعد ما تكون اخدت المعلومات. طيب احنا يا جماعه، احنا دلوقتي فريق العمل مثلا وليكن هو 10. طيب احنا عشان ننجز المهمه دي تروح لفريق العمل بتاعك نعمل ايه؟ محتاجين والله نزود مثلا 2 3 مبرمجين، محتاجين نزود مصممين، محتاجين ايه اللي احنا محتاجينه علشان نعمل
نعمل شورت كات للمشروع ده وفي نفس الوقت ما نخسرش الجهه. انت مش هتخسر الجهه، انت هتكون عملت جميله اللي بناء عليه العميل هيثق فيك وبعد كده هيقدر يديك مشاريع تانية. فبالتالي يبقى انت كسبت نفسك وكسبت فريقك وكسبت الشركه بتاعتك والعميل مبسوط. وهو ده الاساس، مش ان احنا ننجح المشروع وبعدين نخسر 50 مشروع تاني. مش هو ده الهدف. انت لازم يبقى عندك برضو هدف استراتيجي للشركه اللي انت شغال فيها او لشركتك لو انت صاحب البيزنس. وده هيودينا للجزء السابع وهو التكيف والمرونه. يمكن في بعض يعني احنا في بعض الحاجات بنقولها في وسط الاجزاء كده. فالمرونه والتكيف من المهارات الاساسيه، لان كتير من المشاريع ممكن تتعرض لتغيرات غير متوقعه زي ما كنا بنقول دلوقتي. يمكن احنا سبقناها بمثال عملي. فهنا ان انت ممكن في اي وقت زي ما قلنا ممكن يتغير جدول، ممكن العميل يطلب حاجات جديده، حاجات ممكن تبقى مهام كتيره جدا. لو ما كانش عندك المرونه والتكيف في الموضوع ده فده هتبقى مشكله كبيره جدا. فدي مهاره مهمه جدا لازم تكتسبها او تتدرب عليها. وده بينقلنا الى اداره الموارد، ريسورس مانجمنت. اخر مهاره هنتكلم عنها هي اداره الموارد. الموارد دي يعني طبعا لما تيجي في دماغك موارد بشريه على طول. الموارد دي ممكن تكون الميزانيه، ممكن تكون الموارد دي وقت، ممكن تكون معدات، او ممكن تكون افراد في الفريق بتاعك اللي هي الموارد البشريه. لازم تتاكد انك بتستخدم الموارد دي بكفاءه عشان تحقق افضل نتيجه ممكنه. بس في نقطه هنا انا عايز اقول لكم عليها من خلال الخبره. اوقات كتير خاصه في الموارد البشريه بتضطر انك تعين واحد او تسيب واحد اتنين لسبب يعني مش هنقول ان هو ضمن الجدول، بس عشان العميل عايز كده. يعني انت مثلا كنت حاسب ان الارباح بتاعه المشروع بتاعتك وليكن 20%، فالجهه جت وفرضت عليك 2 أو 3 يشتغلوا معاك. فانت قدام حاجه من اتنين، يا اما ترفض وتقول ان احنا ملتزمين بجدول زمني واضح والفريق بتاعنا احنا يعني بناء على كراسه الشروط والمواصفات احنا مستوفين كل الشروط، او ان انت يبقى عندك النقطه اللي كنا بنتكلم عليها وهي المرونه والتكيف. طبعا بعد ما بترجع للشركه بتاعتك او المدير التنفيذي بتاعك وتوضح له العميل محتاج كده. او لو انت مثلا مثال تاني، العميل محتاج منك مثلا تزود فيتشرز جديده مثلا في تطبيق الكتروني او موقع الكتروني. طب الفيتشرز دي مش هتاثر قوي، يعني بدل ما كنت هتكسب 20% بقيت هتكسب 18%، بس مقابل ان انت تكسب العميل لا اعملها. ما على ال 20% دي بعد كده هتبقى 30 وبعد كده هتبقى 40 في مشاريع تانية. فالعميل لو طلب منك حاجه في مورد معين هو مش هيخسرك خلاص، بس لو هيخسرك ممكن تبدا تتكلم معاه، ممكن تبقى عامل حسابك ان ممكن تعوض الموضوع ده في مشروع تاني في بند تاني. ظبط الدنيا بحيث ان انت يبقى عندك مهاره التكيف والمرونه. وطبعا وده بيشمله اللي هو اداره الموارد بتاعتك زي ما قلنا، سواء فلوس سواء الفريق العمل والى اخره. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده. اتكلمنا عن اهم المهارات اللي لازم تتوفر في اي مدير مشروع ناجح، زي القياده، التواصل الفعال، التخطيط، وحل المشكلات. لو قدرت تطور المهارات دي هتكون فعلا جاهز تتعامل مع اي تحدي وتحقق النجاح في مشروعك. وخليني اقول لكم يا جماعه ان معظم المهارات دي انا من وجهه نظري انا شخصيا ان هي موجوده اصلا بالفطره فينا، ومعظمها بنتعامل بشكل يومي بيها. كل اللي انت محتاجه بس ان انت تطورها بشكل علمي، ومن خلال طبعا خبراتك ومن خلال الاحتكاك هتقدر توصل اللي انت محتاجه. بتمنى ليك ان انت تدير مشروع ناجح باذن الله. لو شايفين الموضوع ده مفيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنسبه للهديه، الكوبون انا هحطه دلوقتي لكورس اللغه الانجليزيه المرحله الاولى. استنوني في الحلقه الجايه في موضوع اكتر عن اداره المشاريع وتطوير مهاراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.